بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال وجواب للمعلومات والسيارات. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن كيفية عمل حجب او حظر للمواقع الضارة او الاباحية عن طريق الراوتر في البيت. كل ده طبعا بيتم من غير برامج، وانا سبق قبل كده واتكلمت عن كيفية عمل حجب او حظر للمواقع الضارة او الاباحية عن طريق جهاز الكمبيوتر، ولكن في ناس كتير من اللي شافوا الفيديو على اليوتيوب او بيتابعوا البيج بتاعتنا على الفيسبوك سألوني عن كيفية عمل الموضوع ده عن طريق الموبايل، خصوصا بقى ان النهاردة بتلاقي الاطفال في البيت بيستخدموا تابلت او موبايل او لابتوب، فممكن بالخطأ اضغط على اعلان معين او ادخل على موقع معين بالخطأ طبعا. فانا علشان اتلاشى الموضوع ده كله هعرفك هنا ازاي تعمل الموضوع ده وازاي تعمل حجب او حظر للمواقع دي عن طريق الموبايل. لو انت ما عندكش في البيت جهاز كمبيوتر بي سي او لابتوب فكل ده هتعرفه عن طريق الموبايل باذن الله. ده اللي انا هعمله النهارده ان شاء الله، اعرفك ازاي تضيف دي ان اس امن جدا على الراوتر هيعمل حجب او بلوك لكل المواقع الاباحيه او الضاره تقريبا، او بنسبه كبيره جدا بنسبه 95% هتلاقي المواقع دي كلها بلوك. وده اللي هنطبقه مع بعض بشكل عملي دلوقتي على الفيديو ان شاء الله. يلا بينا. كل اللي هنعمله دلوقتي ان شاء الله في الخطوات العملية علشان نعمل حجب او بلوك للمواقع الضارة او الاباحية من خلال الدخول على اعدادات الراوتر عن طريق الموبايل. وزي ما قلت لك في المقدمة انا سبق وشرحت قبل كده كيفية عمل حجب للمواقع الاباحية او الضارة على الراوتر، بحيث ان انت لو موصل لاكتر من جهاز على الشبكة عندك سواء اجهزة كمبيوتر او موبايل تقدر تتحكم في المواقع اللي مش كويسة او ضارة او اللي هي المواقع الاباحية، بحيث ان انت تعمل لها حجب بدون الحاجة لبرامج عن طريق دي ان اس من شركه سيسكو. واسم الدي ان اس ده اللي هو اوبن دي ان اس فاميلي او اللي هو دي ان اس الدرع الخاص بشركه سيسكو، وده اللي هنعمله باذن الله. فكل اللي هتعمله دلوقتي ان انت هتدخل على اعدادات الراوتر عندك من خلال المتصفح. فاللي هتعمله دلوقتي ان انت هتفتح مثلا اي متصفح عندك وليكن مثلا فايرفوكس او جوجل كروم، فهضغط هنا كده على جوجل كروم، وكل اللي انت هتعمله ان انت هتكتب في المتصفح من فوق 192.168.1.1 زي ما انت شايف كده. يعني على سبيل المثال هنا انا بكتب 192.168.1.1، او شوف الراوتر اللي عندك هتلاقي مكتوب على البادج اللي موجود على ظهره الاي بي اللي من خلاله بتفتح الهوم او الصفحه الرئيسيه الخاصه بالمتصفح. هيجيب لك هنا اللي هو اللوجين او الساين ان اللي هو تسجيل الدخول. طبعا هتكتب كلمه سر واسم المستخدم بتاعك ايا كان هو زي ما انت كاتبه، او الافتراضي ادمن في العاده، او شوف هو انت مغيره ولا لا او سايبه على الوضع الافتراضي ولا لا. وده طبعا عشان تتمكن من الدخول على اعدادات الراوتر. بعد كده هتقول له تسجيل الدخول، وبعد ما هتعمل تسجيل الدخول فهتلاقي عندك الشاشه الرئيسيه بتاعه الراوتر بتاعك زي ما حضرتك شايف. كل اللي هتعمله دلوقتي ان انت هتيجي معايا على الاختيار اللي اسمه سيرفيس او اللي هي الخدمات. فلما نكبر كده هندخل هنا على سيرفيس، وبعد كده هتدخل على الخيار اللي اسمه دي ان اس زي ما انت شايف. بمجرد الضغط عليه هيظهر لك هنا اللي هو الخيارات دي اللي هو الدي ان اس كونفيجريشن، ودي الخاصه بتهيئه الدي ان اس. فانت هنا طبعا لو سبته افتراضي كده اي موقع بيتفتح هيفتح معاك عادي، ولكن علشان تحكم الموضوع ده هو هنا متساب على الوضع اللي هو الاوتوماتيكلي او الوضع الاوتوماتيك، ولكن احنا هنعمله مانوالي او اللي هو اليدوي. فهاجي هنا اضغط على set DNS مانوالي، وهنيجي هنا كده نكتب الدي ان اس اللي هقوله لحضرتك دلوقتي واللي هو 208.67.3 وهتنزل على الخانة التانية دي هتكتب برضو 208.67.220.123 بس كده. وبعد كده هتنزل على Apply Changes اللي هو تطبيق التغييرات، تضغط عليه كده، وبكده هو عمل حفظ. علشان تتأكد من الموضوع ونطبق مع بعض كل اللي اعمله دلوقتي ان انا هدخل اعمل اعادة تشغيل للراوتر عن بعد، او تعمله من المفتاح من الراوتر، او تشيل الفيشه وتحطها. فهنروح كده على الخيار اللي اسمه مينتنانس او الصيانه، وبعد كده هندخل على الخيار اللي اسمه ريبوت اعاده تشغيل، وهتلاقي عندك الشاشه دي من خلالها تقدر ان انت تعمل اعاده تشغيل عن بعد او تعمل ريسيت للراوتر. فيظهر لك الخيارين دول اللي هو ريبوت فروم او الاختيار ده اللي هو بيعمل اعاده تشغيل للراوتر ريستارت عن بعد مع حفظ الكونفيجريشن او اعدادات الراوتر. تاني
واحد ده لو انت هتعمل فاكتوري ديفولت كونفيجريشن او هتعمل فورمات فاكتوري او فاكتوري ريسيت للراوتر، كانك بتجيب دبوس تحطه في فتحه الريسيت في الراوتر بالظبط، ولكن احنا هنختار اول خيار اللي هو سيف كارنت كونفيجريشن وتقول له هنا ريبوت. فهنضغط كده ريبوت، وبعد كده نروح نحاول نفتح اي موقع من المواقع اللي هي الضاره ونشوف ايه اللي هيظهر معانا مع بعض، وهتلاقيه عاطيلك بلوك. هنعمل ريستارت ونشوف. زي ما حضرتك شايف الراوتر هنا طبعا فصل معايا، وزي ما انت شايف بيقول لك قد تكون صفحه الويب على العنوان اللي هو عنوان الراوتر او الريبوت غير متاحه مؤقتا، او قد يكون تم نقلها نهائيا الى عنوان ويب اخر، وده عشان بس انا بعمل ريستارت او اعاده تشغيل للراوتر. وبمجرد ما يتم اتصال الانترنت بعد مرور دقيقه بالظبط هتلاقي الراوتر رجع ربط معاك وشبكه الواي فاي رجعت تاني وهيعمل اتصال من جديد. وبمجرد ما بعمل ريبوت للصفحه هتلاقي كل حاجه ظبطت معاك، مفيش اي مشاكل. لو دخلنا تاني كده هتلاقي كل حاجه شغاله معانا وبيطلب مننا تسجيل الدخول، كده كل حاجه تمام. هندخل هنا على سيرفيس وبعد كده ندخل على الدي ان اس. فزي ما انت شايف اتحفظ معانا الدي ان اس وكده على الوضع اللي هو اليدوي. هندخل دلوقتي نعمل صفحه جديده كده وندخل نكتب اسم اي موقع من المواقع اللي هي الضاره ونشوف هيفتح معانا ولا لا. وزي ما حضرتك شايف بمجرد ما حاولت ادخل على موقع من المواقع اللي هي الاباحيه او المواقع اللي هي الضاره، فتح هنا الشاشه دي اللي هي فيها البلوك، بيقول لي this site is blocked due to content filtering. تم حجب او عمل بلوك او حظر للويب سايت ده او الموقع ده نظرا لتصفيه المحتوى، يعني عمل له تصفيه وعمل له حجب تلقائي بمجرد ما انا حاولت ادخل عليه. اي موقع هتحاول تدخل عليه بمجرد اضافه الدي ان اس ده لاعدادات الراوتر عن طريق الموبايل او حتى عن طريق جهاز الكمبيوتر، يعني لو فتحت المتصفح على الكمبيوتر وطبقت نفس الخطوات كده زي ما قلت لك الفيديو اللي انا شرحته قبل كده واللي موجود في الوصف واللي موجود في الاي فوق، لو ضغطت على الاي دلوقتي في الشاشه اللي قدامك هتقدر ان انت تشوف الفيديو السابق. هو قديم شويه ولكن كنت بشرح فيه نفس الفكره بالظبط، بس حبيت اعرفك الطريقه هنا عن طريق الموبايل وتقدر تطبقها على اي راوتر عندك بنفس الفكره ايا كان اختلاف المسميات والاعدادات اللي جوه الراوتر. هي دي كانت الطريقه وهي دي كانت الفكره، اتمنى تكون استفدت ان شاء الله. ودي كانت نهايه الفيديو يا شباب، وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل حجب او حظر المواقع الاباحيه والضاره عن طريق الدي ان اس اللي ضفناه على الراوتر زي ما حضرتك شفت عن طريق الموبايل بدون الحاجه لجهاز كمبيوتر او لابتوب. كل ده بيتم بدون برامج زي ما انت شايف بكل بساطه وسهوله. اتمنى تكون استفدت ان شاء الله. ما تنسانيش من خلص الدعوات. طبعا في النهايه مش هاكد عليك، لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب، اشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هتلاقي الدي ان اس اللي انا اتكلمت عنه هنا موجود في اول تعليق مثبت وموجود في الوصف على رابط الموضوع الخاص بالفيديو ده على موقعنا الالكتروني ان شاء الله. وشرفني كمان بزيارتك واشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان تستمتع بكل جديد بنقدمه لك اول باول ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم واستنونا في فيديوهات ثانيه كتير. وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.